Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Qurratu Aina binti Tasruddin. Wa raqmil jam'i wahid isnani salasa sifrun arba'a khamsa wahid. موضوع عرض اليوم هو نموذج عمل التجاري لمشروع لغة للأرابيكوم. وهذا العرض لمادة اللغة العربية لأغراض الإدارة والتكنولوجيا. فكرة مشروعنا تسمى لغة لب أرابيكو. هذا المشروع هو منصة لبيع أوراق العمل العربية للأطفال، خصوصا للتلاميذ المدرسة الابتدائية. هدفنا هو مساعدة الأطفال على تقوية مهاراتهم في اللغة العربية بطريقة سهلة وممتعة. جاءت هذه الفكرة لأننا نرى أن المعلمين والوالدين والمدرسين الخصوصيين يحتاجون إلى مواد تعلم جاهزة وسهلة الاستعمال. في كثير من الأحيان يأخذ إعداد التمارين وقتا طويلا، لذلك هذا المشروع يساعدهم على توفير الوقت وتسهيل عملية التعليم. أما الجمهور المستهدف في مشروعنا فهم المعلمون الذين يدرسون اللغة العربية في المدارس الابتدائية، والآباء الذين يعلمون أطفالهم في المنزل، وكذلك المدرسون الخصوصيون والطلاب التعليم المنزلي. القيمة المضافة في مشروعنا هي أن أوراق العمل لا تحتوي على التمارين فقط، بل تشمل أيضا أنشطة تفاعلية مثل التلوين والمطابقة والألعاب التعليمية، وهذا يجعل التعلم أكثر متعة للأطفال. أما الشيء الذي يميز مشروعنا عن المنافسين فهو نظام لصق. عادة تباع أوراق العمل في حزم كبيرة، لكن في لغة الأرابيكا يمكن للعميل شراء الورقات حسب الموضوع الذي يريده فقط. فإذا أراد التركيز على موضوع معين فيستطيع شراء هذا الموضوع فقط دون الحاجة إلى شراء حزمة كبيرة، فهذا أكثر مرونة وأوفر للعملاء. أما قنوات التواصل فنستعمل المواقع الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك، وكذلك المعارض والبيع المباشر في المدارس. ولبناء علاقة جيدة مع العملاء نقدم خدمة العملاء السريعة وعينات مجانية، ونأخذ ملاحظات العملاء لتطوير المنتج. أما الأنشطة الرئيسية فتشمل تصميم أوراق العمل وإنشاء المحتوى العربي والتسويق وتحديث المواضيع باستمرار. ومن المواد الرئيسية تصميم الجذاب والمعرفة الجيدة باللغة العربية والحاسوب والبرامج الرقمية. أما الشركاء الرئيسيون فهم مدرسو اللغة العربية ومحلات الطباعة وصناع المحتوى. في هيكل التكاليف نحتاج إلى تكلفة التصميم والتسويق والإعلانات والطباعة واستضافة الموقع.
أخيراً، مصادر إيرادات تأتي من بيع أوراق العمل منفردة وبيع الحزم الكاملة والاشتراك الشهري وكذلك الطلبات الخاصة. خلاصة: نرى أن الغالب العربي ليس فقط منتجاً للبيع، بل هو حل تعليمي يساعد المعلمين والآباء والأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة أسهل وأفضل. شكراً على حسن الاستماع.